صباح الخير يا سيادة المسؤول. اهلا يا محدود، عاش من شافك يا سيدي، فينك من زمان؟ لقيت حضرتك زهقت مني، قلت ابعد حبة يمكن ازيد محبة. وايه اللي فكرك بيا دلوقتي؟ دوخة ومسكت في راسي كام شهر، جريت على دكتور الشركة بتاعتنا، كشف عليا وقال لي عندك انيميا حادة. شيء طبيعي. وبعدين؟ كتب لي على روجيتا مش عارف اصرفها. ليه؟ الدواء ما هو مالي الاجزخانات. مش دواء، ده نظام غذائي ولازم امشي عليه. لحمة وتفاح ولبن وسمك وكبدة اسكندراني، حاجات غالية تتكلف الشيء الفلاني. قلت اجي لسعادتك تديني منحة زي المنحة اللي بتيجي لسعادتك من بلاد بره. سيبك منه، ده اكيد دكتور مجنون مش فاهم حاجة. انا هبعتك لدكتور تاني جايبينه مخصوص عشانك انت واللي زيك. شوف يا محدود، البروتين صحيح مهم ومطلوب، بس بروتين اللحمة هيورم لك رجليك ويوجع لك عينك ويجيب لك نقرس، تصرف عليه القرشين اللي حيلتك والقرشين اللي مش حيلتك. خلاص يا سيادة الدكتور، خلينا في بروتين الفراخ. انت عارف فراخ اليومين دول مليانة هرمونات. امال هاكل ايه بس؟ صدقني مفيش احسن من بروتين الفول، ما تاكلش غيره لمدة 5 سنين، ولو عشت بعد كده ابقى عد عليا في الاستشارة. طيب والفيتامينات يا دكتور؟ فيتامين ب موجود في خميرة العيش اللي هتاكل بيه الفول. طب وفيتامين ج؟ مش لازم برضو نشتري تفاح عشان فيتامين ج؟ فيتامين ج موجود في قشرة الليمونة اللي هتعصرها على الفول، والسكر موجود في شفطة الشاي اللي هتشربها بعد الفول، والدهون موجودة في زيت العربيات اللي هيعملوا لك بيه الفول. بس انا باكل فول بقالي 50 سنة دلوقتي، تقدر تفهمني الانيميا دي جات لي منين؟ جات لك لما فكرت تغير الفول. عصفور بإيدك أحسن من 10 عالشجر، والفول صديقك دايما وحبيبتك هي القدر. عصفور بإيدك أحسن من 10 عالشجر، والفول صديقك دايما وحبيبتك هي القدر. وجبة بحالها ب0.5 جنيه، بروتين فيتامين ويا دهون، تاكل منه وتدعي عليه وبحبه يسموك مجنون. مجنون مجنون مجنون. ايوه نباتي لكن بروتين، ارخص منه مفيش بالسوق، هيربي لك مخ تخين وجبة مصرانك مخنوق. عصفور بإيدك أحسن من 10 عالشجر، والفول صديقك دايما وحبيبتك هي القدر.
شوف بقى يا سيادة المؤلف، المسلسل بتاعك على عيني وراسي، بس لازم تقص لنا المشاهد اللي هتزود لنا مصاريف الانتاج. ازاي بس هقص بايديا مشاهد ما صدقت انها فلتت من مقص الرقابة؟ اصل الرقابة مش هي اللي هتدفع يا حبيبي. عندك مثلا يوم تصوير في المطار يكلفنا 5000 جنيه ايجار مكان، بس البطلة لازم تقابل حبيبها في المطار. وما تقابلوش ليه في محطة سكة حديد؟ وهي كده هتقف علينا ارخص. الراجل جاي من فرنسا، ازاي هيجي في قطر بس؟ في القطر الفرنساوي يا سيدي. ما ينفعش، الناس مش هتصدقنا. يوه خلاص خليه يجي في طيارة، بس مش هتستقبله في المطار، هتستناه هي على ناصية بيتهم في الحارة. ما انت برضه هتحتاج تبني ديكور حارة. خلاص بلاش تستقبله خالص. ما هو لازم تستقبله عشان تعترف له بحبها. بلاش تعترف له يا سيدي. امال هيتجوزوا ازاي بس؟ انت كمان هتجوزهم؟ يعني هندفع مصاريف كوسة وزفة؟ ما هي دي نهاية المسلسل. اسمع، احنا نقول ان الطيارة بتاعة البطل وقعت في البحر، ولا نجيب مطار ولا نجيب جواز. ما هو يبقى كده البطل مات وهتصرف على مشهد الجنازة. مات من غير جنازة ولسه بيدوروا على جثته في البحر مع الصندوق الاسود. أعزائي المشاهدين، الصورة اللي هنطلعها النهاردة من ألبوم الذكريات بعتها المواطن محمد موسى النجار. ما بعتش صورة شخصية، بعت صورة من الشهادة المؤقتة اللي استلمها من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الكلية اللي اتخرج منها سنة 1994. وفي الحقيقة هم صورتين لشهادتين مؤقتتين. الشهادة الأولى استلمها محمد موسى النجار في 3 يناير سنة 1995، وبتأكد الشهادة ان الطالب المذكور حاصل على ليسانس اللغة العربية بتقدير مقبول. لف على كل المدارس والفصول ومحدش وافق يعينه عشان تقديره مش قد كده. ولما خلصت نسخ الشهادة إياها بعد 5 سنين رجع الكلية علشان يستخرج نسخ تانية من نفس الشهادة. فوجئ في النسخ الجديدة ان تقديره بقى جيد مش مقبول. استغرب وسألهم ازاي؟ قالوا له حسبنا لك درجات ما كناش حاسبينها قبل كده. واحنا هنقف لغاية كده علشان نشوف الست ريري عملت ايه مع الاستاذ سيد كروتة رئيس قسم اللخبطة بهيئة الشهادات المؤقتة. معقولة يا أستاذ كروتة تدوله شهادة بتقدير مقبول وبعد 5 سنين تقولوله تقديرك جيد؟ يعني لو ما كانش رجع بالصدفة عشان ياخد نسخة من الشهادة ما كانش اكتشف اللي حصل؟ لا شوف بقى اما اقول لك الكدبة خابة. انا مش فاهم الطالب ده زعلان ليه؟ المفروض يفرح ويدينا الحلاوة كمان. يفرح على ايه؟ على 5 سنين اللي ضاعوا من عمره هدر. لو كان عارف انه جايب جيد من زمان كان زمانه تعين واتجوز وخلف كمان. المفروض يبص قدامه ما يبصش وراه، ياخد الشهادة الجديدة اللي مكتوب فيها تقدير جيد ويرجع على المدارس اللي كانت رافضاه، ولو شاطر صحيح يعدي علينا بعد 2 3 يمكن يلاقي نفسه جايب جيد جدا.